مساء الخير عليكم، اهلا بيكم في اول حلقات محتوى في 100 عقبه. الدوري في 100 عقبه، الزمالك في 100 عقبه، الابيض في 100 عقبه. الحقيقه ان المحتوى ده ما كانش هيتقدم بالطريقه دي، ولا بالديكور ده، ولا بالصوت ده، ولا بالاضاءه دي. المحتوى كان هيتقدم بشكل تاني خالص من بداية السيزون ده، بس ربنا ما وفقش، وكان هيبقى فيه إحصائيات كتير بالتعاون مع منصة كبيرة، ولكن ربنا ما أذنش إن احنا نبتدي في أول سنة، فبإذن الله من السيزون الجاي هنبقى مع بعض. أنا بس حبيت إن أنا أطلع حلقة كده بشكل تجريبي ونشوف الدنيا تمشي إزاي. بعيدا عن المحتوى، أنا كنت عايز أطلع أتكلم معاكم وأتكلم مع اللعيبة وأوصل صوتي ليهم بخصوص ماتش الأهلي اللي جاي. طبعا عارفين ماتش يوم الجمعة ماتش مصيري وله أبعاد، بس أنا كنت عايز أحكي في الأبعاد دي بطريقة تانية خالص. في 2015 اتوفر لك فرصة ذهبية، أنت كسبان دوري مع البروف، وكسبان كاس، وكسبان كاس نهائي مع غريمك التقليدي النادي الأهلي، كسبان 2-0، واخد بطولة مباشرة منه. قبلها أنت واخد كاس 13 وكاس 14، بس في دوري 15 مع الكاس الموضوع كان ثنائية انت ما حملتهاش من سنين كتير جدا. يمكن حتى اخر ثنائيه قبلها كانت سنه 88 انك تاخد الدوري والكاس مع بعض. ففي 2015 انت بتعمل حاجه بره المنطق، بره العادي، كسبان كاس، كسبان دوري، ودخلت السوبر. انت اجهز، انت اقوى، الكفه في صالحك، جون عمر جابر الاول، ويجي لك فرصه انك تديله القضيه، تاخد ثلاثيه محليه ببطولتين مواجهات مباشره معاه، فاينل كاس وفاينل سوبر. وافتكر تقريبا كان في وقتها محمود طاهر رئيس النادي، كابتن محمود طاهر مع حفظ الالقاب، محمود كهربا لاعب نادي الزمالك في وقتها، جري رفع ايديه، انا اللي هشوط يا كابتن. شاط، اتصدت، طلعنا بعديها بقى انا عندي مدرب فاشل واللي مش عاجبه يشرب من اي خراب. دي كانت اول فرصه انك تعيشه في العشريات السوداء اللي انت عشتها، فرصه انك تصدر له المشاكل، فرصه انك تقلب الترابيزه على المنطق وتاخد ثلاثيه محليه وهو يطلع بموسم صفري. افتكر السنه دي الاهلي ما اخدش غير السوبر، وكان حفظ ماء الوجه بالنسبه له. يعني طبعا السوبر اتلعب في 2016، بس انا بتكلم على اساس انك داخل دوري سوبر وكاس ورا بعض بالتسلسل منه هو في سنه واحده، ولكن ده ما حصل. 2020 نهائي القرن، قبلها انت كسبان سوبر افريقي، تاريخك قدام تاريخه زي ما هم صدروا واحنا كمان صدرنا وابعت نام يا اهلي، وكسبان سوبر افريقي، وكسبان سوبر مصر منه بطولتين في اسبوع، والفرق 8 قصاد 5، وفرصه الفرق الافريقي يبقى 2. مدربك يسيبك قبل الفاينل، يقع منك 2 لعيبه عشان كشف بتاع كورونا مسحه، والماتش كان رايح جاي، وكره في العارضه، وكره هنا وكره هناك، ولو دي جت ولو دي جت. بس انت لو كنت كسبت، انت متخيل اللي كان هيحصل والتاريخ اللي كان هيحصل بعديه؟ من نهائي العالم كله كان بيتفرج عليه، 12 بطوله قصاد 5، بقى فرق 7 بطولات بدل ما كانوا هيبقوا بطولتين. ودي كانت الفرصه الثانيه. 2026 دي الفرصه الثالثه، هو عمل سكواد تاريخي، هو دخل انا هاخد كاس العالم، انا هحقق في كاس العالم، انا عندي اول ماتش مع ميسي، انت بتلاعب مين؟ هو راح اشترى لعيبه بمليارات، واحنا دلوقتي في الحصاد بتاع ده. قلنا في اول السيزون اوضه اللبس وحشه، قلنا في مشاكل، قلنا في كذا في كذا، مالكش دعوه، انت غيران وانت وانت والجو ده عشان يداري على المشاكل بتاعته. المشكله بقى ان السنه دي المشاكل عماله تظهر للسطح عشان كبرت بزياده. هو دايما الفوز يعني مش هو في العالم الفوز بيداري على اي مشكله، فالسنه دي بقى ما بيفوزش. السنه دي المشاكل عماله تطلع للسطح، انت قدامك فرصه ذهبيه لتالت مره تجيلك، بس دي اقوى ان انت تطلعه بموسم هم بيقولوا عليه الاسوأ في التاريخ، في تاريخهم. انت ممكن فعلا تبروز الكلمه دي وتغير مجرى التاريخ. تعال نحسبها مع بعض. لو ربنا اذن وانبي كسب بيراميدز او ما كسبش مش فارقه، انت اكسب ماتشاتك ومالكش دعوه بحد. لو انت كسبته في الماتش ده، هم عندهم مشاكل مع اللاعب اللي هم جابوه من عندنا، مع اللعيبه اللي جابوها من عندنا، مش مع لاعب واحد. عندهم مشكله في المرتبات، عندهم مشكله مع المدرب اللي عقده اتكتب انه مش هيمشي غير في بدايه الموسم الجاي، هم عندهم مشاكل اداريه انه في 2 مدربين بيدفعوا لهم بالدولار وهم قاعدين في بيوتهم، عندهم مشكله ان هم خرجوا افريقيا من الترجي 3-2، عندهم مشكله ان هم خرجوا او بيخرجوا من الدوري على ايد بيراميدز وخسروا منه رايح جاي 2-0 و3-0. جماهيرهم مش شايفه ان اللعيبه دي تستاهل تبقى موجوده في النادي. مشاكل الاهلي اللي دايما بيحاول يهرب منها هو علاقه الاداره بالجماهير. المشاكل حاليا واصله للطب بتاعها، وفي شعره بين الجماهير والاداره. الشعره دي هي ماتشه، لو انت كسبت ربنا يستر على البلد من اللي هيحصل من جماهير الاهلي. انا بقولها ليه؟ بقول عشان اللي حصل زمان عن اتحاد الكوره، بقول على اللي حصل في سنين ربنا يعني ما يرجعها تاني، على كوبري اكتوبر وعلى حاجات كتير. يعني انت مش متخيل اذا كان في الماتشات العاديه ولعبتهم خارجه بيرموا عليهم ازايز وبيسمعوهم احسن كلام، انت متخيل لو خسر منك انت ماتش زي ده وربنا كتب باذن الله ان انت يكون الماتش ده تجيب فيه الدوري، انك ممكن تتوج بالدوري في ماتشه؟ احنا قدامنا فرصه تاريخيه، هو واقف قدام حفره وقدامنا بس ان احنا نعمل كده، واللي هو عايشهولك في عشريات سودا قادر انت تحطه فيه دلوقتي.
والنفق المظلم اللي احنا مش عارفين نخرج منه لغايه النهارده، انت قادر تدخله هو جواه. رسالتي للعيبه: خد بطار سنين كتير يمكن انت ما عشتهاش، بس ده طارنا احنا، طارنا احنا في ارض اتسحبت. ومش بتكلم عشان الدوله سحبتها القانون ياخد مجراه، بتكلم علشان ما جاش فرصه ليك على مدار سنين كتير يكون عندك استقرار انك تبنيها، واللي ما وفرلكش فرصه هو اللي من بدايه لعبها صح. اشتغل على التاريخ لما كانت وكاله الرعايه بتاعتك وبتاعته واحده والفرق 10 لواحد، فبالتالي جاب اللعيبه اللي تجيب بطولات، اللي تجيب فلوس، اللي تعمل براند، اللي يبيع بيه، اللي يجيب بيه رعاه، اللي ياخد بطولات تاني، اللي يكمل تاني ويجي رعاه اكتر وفلوس اكتر، لغايه لما من الفلوس من كترها ما بقاش عارف يعمل بيها ايه. انت المفروض كنت تعيش ده لو كانت اتوفرت فرصه التكافؤ. ومش هقول ان هو على مدار التاريخ عامل ومسوي وان انت مظلوم وانت كفتك عامله ازاي، لا. انا بسم الله الرحمن الرحيم اول 9 سنين دوري الاهلي واخد ده في ال 45، فانا مش جاي اكلمك في تاريخ، مش جاي اقول لك ان هو بيكسب بالايه، انت عارف هو بيكسب ازاي، بس انت قدامك 90 دقيقه تعمل فيها بس كده، شوف هو هيحصل له ايه وشوف انت هتبقى فين. انت عارف ان لو زد كسب بيراميدز في الفاينل هو مش هيلعب كونفدراليه، مش افريقيا خلاص، كونفدراليه اللي بيعايرك بيها. يعني السنه الجايه بطولات النادي الاهلي، كاس الرابطه وكاس المصر والدوري المصري، وهياخدوه معانا في السوبر المصري بالكارت الذهبي دي. مفيش افريقيا، مفيش سفر، مفيش براند هيتشاف على التيشيرت بيتلعب على بين سبورت. بص للرعاه بتاعته، هتروح تحط فلوسها على مين؟ مين اللي جمهوره كل ماتش له اهميه وملوش اهميه بيملى الاستاد؟ مين اللي بيسافر ورا جمهوره في كل حته؟ مين اللي الافات كل ماتش بتبقى موجوده وراه؟ مين اللي ما بيقول بس براند؟ انا بقيت مع نادي الزمالك منتجه ما بيخلصش من السوق. انت قادر تكتب لنفسك وللنادي ده تاريخ جديد، انت قادر ان انت تغير التاريخ. انزل الملعب، موت نفسك، انزل الملعب، كل النجيله، انزل الملعب، دوس على كل حاجه حصلت لنا في السنين اللي فاتت، انزل غير تاريخك، اكتب لنفسك مجد. احنا الجيل اللي اتعمل بكل حاجه ضده وخدنا الدوري في الاخر، وان شاء الله كونفدراليه، وان شاء الله وراهم سوبر افريقي وسوبر مصري، والسنه الجايه افريقيا. علي قيمتك، خلي حتى لو انت عايز تمشي من النادي قيمتك عاليه. انا لاعب جاي اجيب بطولات. رساله لجمهور الزمالك، يا ريت مش عشاني، يا ريت نوصل الفيديو ده عشان عايز الرساله دي توصل للعيبه. يا ريت شير الفيديو حتى في الدايركت مسجز للعيبه. انا بدور المحتوى ياخد ريتش، ولا احنا فاضل يومين على الماتش. انا مش عايز اكتر من ان انت تبقى عارف انت هتبقى فين وهو هيبقى فين لو انت كسبت الماتش ده. انا مش عايز الظروف اللي بتحصل كل مره تحصل لنا وايد تتمد من بره عشان تلحق. انت اللي بايديك دلوقتي انك تزقه ومحدش هيلحقه. خد بالك ان في اتحاد كوره فيه عقود ب5 مليون هتتكشف لو هو خسر. خد بالك ان في نيابه اداريه ممكن تخش تحقق في المرتبات اللي بتدفع في البيت. احنا لو بلدنا فيها اتفاقيات اللعب النظيف كان زمانهم دلوقتي بتحقق معاهم في كل الفلوس اللي بتحصل دي، في اللعيبه اللي مطلعينهم اعارات وبيدفعوا لهم فلوس، في اللعيبه ذات قيمه اللي عملت لهم تاريخ، اللي مشوها ببلاش ودفعوا مليارات عشان يعوضوها. بص الحجم المشاكل اللي عنده اللي هيتعمل لها كده لو هو كسب، واللي هتطلع على السطح لو انت كسبت، ومحدش هيعرف يلمها. شكرا لاستماعكم، اسف اني طولت عليكم، وان شاء الله المحتوى ده يبقى بشكل تاني ونغير فيه ونخليه احسن وتستمتع وانت بتتفرج عليه، وان هو ما يكونش غير حاجه هادفه ليك انك تستمتع بالاحصائيات اللي هنقدمها بعد كده في المستقبل. سلام ليكم، ان شاء الله الزمالك يكسب، ان شاء الله التاريخ هيتغير. سلام.